السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا وحبيبنا في الله، يا رب كله بخير وسعادة. يعني ما بعد ماتش مباراة مصر والسعودية، والكلام الداير على لعيبة النادي الأهلي، والناس بتتكلم عن الأداء اللعيبة، وإن اللعيبة بتاعت النادي الأهلي ازاي أداء هيكون كده مع المنتخب، وأداء مش موجود مع النادي الأهلي. يعني الموضوع بسيط يا اخوانا، الموضوع كله تسويق مش أكتر من كده. اللعيبة عارفة كويس إن النادي الأهلي داخل على مرحلة تطوير، يعني تطهير بمعنى صح في الكورة. فاللعيبة كلها دلوقتي طبعا قدام الأندية السعودية أو أي نادي، يعني أي أندية تانية. فكله بيسوق نفسه دلوقتي من خلال مباريات المنتخب، سواء الودية أو إن شاء الله اللي هتكون في كأس العالم. فكله بيسوق نفسه، يعني النادي الأهلي أنا أعتقد إن الجميع عارف إن النادي الأهلي عارف إن في قرار ان هو لازم يكون تطهير للاعبين، او في تقييم للاعبين بشكل شامل للفريق، سواء اللعيب ده اعلى حاجة او اقل حاجة، كله هيتحط تحت تقييم. ولذلك انا مش مستغرب خالص لاداء اللعيبة، يعني اكيد هيموت نفسه عشان عارف كويس ان لو النادي الاهلي يعني خد قرار انه قال للعيب سوق نفسك، فيبقى عنده انديه ويبقى عنده عروض. ده شايف ده شيء طبيعي جدا. وبرضه حابين نتكلم في حتة إن في ناس حبت تلبس الكابتن سيد عبد الحفيظ، اللاعب النرويجي الأنجولي كاموش، بإن الكابتن سيد هو اللي اتعاقد مع اللعيب. طبعا يعني أبسط حاجة تقول له مين اللي اتعاقد مع موديست؟ هو كان الكابتن سيد عبد الحفيظ كان موجود؟ ما انت اللي اتعاقد مع موديست يا اخوانا هو اللي اتعاقد مع كاموش. يعني اللي جاب كاموش ده هو اللي جاب موديست. يعني انت النادي الاهلي للاسف الشديد، بعد ما كان بيجيب جونيور اجاييه، وبعد ما كان بيجيب بيرسي تاو، وبعد ما كان بيجيب وسام ابو علي، مستوى الاختيار اللاعبين السيء، يعني واداره فريق الكوره والتعاقدات حتى المحليه اللي ما فيهاش توفيق، راح تجيب لعيب. يعني انت راح تمشي اشرف داري، اللاعب المغربي المصاب دايما في خط الدفاع، عشان تجيب لاعب محمد الجزار ده اللي انت جايبه مصاب. يعني انا يعني الصراحة حاجة تضحك وحاجة تحزن على المستوى اللي احنا وصلنا له. هو في لعيب في الدنيا او في نادي في الدنيا بيتعاقد مع لاعب مصاب؟ مش فين الكشف الطبي؟ حتى لو الإصابة بسيطة ما تتعاقدش معاه. لعيب يعني فاضل له ياما، يعني هيقعد مدة ان شاء الله. يعني ان شاء الله مش هيكمل الموسم ده تقريبا، فيبدأ على الموسم الجديد. ان شاء الله الاصلاح والتوفيق، واتمنى من النادي الاهلي ان يعمل تطوير شامل، واللعيبه اللي عقودها كبيره دي يخلص منها خالص ويبدا على نظافه.